ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مننسوش بقى ننزل كلنا نصلي على النبي في التعليقات تحت، ونشترك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وليك وشير بقى لو عجبكم الفيديو. هنعمل النهارده مع بعض وجبه كده اقتصاديه، بدون لحوم وبدون اسماك بقى ولا بيض ولا اي حاجه. هنعمل كده حاجه من الخضار اللي في التلاجة. جبت كده برنجانتين كده، وهبدأ ان انا اقشرهم. بس مش هقشرهم كلهم، هعمل فيهم خطوط كده، يعني هقشر خط واسيب فيها خط اسمر كده، واقطعها كده مكعبات صغيرة. ممكن كمان تعمليها حلقان كده مدورة لو هي البتنجانة بتاعتك صغيرة. هقطعه كده زي ما انتوا شايفينه مكعبات، وبعدين بقى هرش عليه شوية من الملح، وهركنه بقى على جنب كده لحد لما اخلص بقية تقطيع الخضار، يكون هو ايه، نزل كل السوائل اللي فيه اللي بتخليه يشرب الزيت وانت بتقليه، يعني عشان احنا هنقليه. هرش كده عليه شويه الملح، واسيبه بقى كده في المصفى على جنب لحد ما اخلص تقطيع الخضار الباقي. معايا كده بطاطسايه كبيره، هقشرها كده بالمقشره زي ما انتوا شايفين، واقطعها برضو مكعبات صغيره. ومعايا طماطم هغسلها طبعا ونضربها كده في الخلاط. ومعايا الفلفل اللي انتوا شايفينه ده فلفل فلاحي، برضو هقطعه كده مكعبات زي البتنجان والبطاطس. هنعمل النهارده مسقعة المطاعم اللي بتاكلوها بره دي، بتبقى حلوة جدا، هتعجبك ان شاء الله ومش هتتعبك ولا اي حاجة. غدا كده اقتصادي وسهل وبدون بقى تكلفة ولا اي حاجة، وتعمليه في نص ساعة ما ياخدش منك وقت خالص، وكمان بيبقى غدا كده حرش وحلو. واحنا لازم تبقى في كل اسبوع كده ايه تعملي وجبة حرشة كده، او غدا يبقى يكون سهل وسريع واقتصادي. قطعت كده الفلفل زي ما انتوا شفتوا. هلم بقى الدنيا اللي حواليا دي كلها. حطيت بقى في الطاسه بتاعتي شويه زيت كده، وبدات ان انا مش زيت غزير ولا حاجه، وبدات ان انا احمر البطاطس الاول. وجبت بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها المسقعه بتاعتي، ونزلت فيها بمعلقه واحده بس من الزيت، ومعلقه كده او نص معلقه كبيره من الثوم المهروس. وهبدا ان انا ايه اخلي الثوم ياخد كده ايه لون خفيف، لون ذهبي خفيف كده، مش عاوزاه يحمر قوي علشان برضو ما يعمليش حموضه، وعلشان ما يمررش معايا الاكل. فهياخد لون ذهبي خفيف، وهطشه كده على طول بمعلقتين من الخل. وبعد كده ضربت الطماطم في الخلاط حوالي 3 4 طماطميات كده، ما نكترش، وحطيتهم كده فوق الثوم والخل. وهحط لهم بقى التوابل بتاعتهم اللي هم ايه كمون وكزبره وفلفل اسود، وطبعا الملح، ونص معلقه صغيره من السكر عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. بعد ما الطماطم بتاعتي اتسبكت، كنت انا خلاص حمرت البتنجان والبطاطس والفلفل، ونزلت كده فوق الطماطم المتسبكه دي، وهدي النار واغطي عليها لمده 10 دقايق 5 دقايق، لحد لما الكلام ده كله يغلي مع بعضه كده، وياخد ويدي من طعم بعضه كده. انا كنت عامله بقى جنبها كده شويه طعميه يستاهلوا بقكم، شايفين شكلها يفتح النفس وحلوه ازاي. وكنت فارمه بقى طعميه، فخدت بقى منها حته كده وعملتها حمرتها جنب الاكل. وكان جبنه بقى من بتاعه المش دي، وعاملين عليها طماطم وخضار بقى ومخلل، وكان احلى اكل في الدنيا. شايفين بقى شكلها شهي وطعمها حلو جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناه. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.